السلام عليكم. معلش اتأخرت عليكم، بس هلخص لكم الحلقة التانية والتالتة والرابعة. بتبدأ الحلقة التانية بمشهد فلاش باك لحياة حنان قبل وفاة جوزها. حنان في الوقت ده كانت حامل في بنتها الصغيرة، ومن خلال المشهد بتشوف انها قد ايه كانت سعيدة مع جوزها عادل، وكانوا عاملين خطوبة اللي ما يتسمى اخو جوزها على المركب بتاعتهم بتاعت جوزها يعني، وزغاريد بقى وفرح وكده، وبيبين لك قد ايه عادل برضه كان بيحب حنان وقف يغازلها وسط الخطوبة. حنان راحت الصيدلية علشان تجيب علبة لبن صناعي لبنتها. الصيدلي شاف حالتها تعبانة يعني، فبيخيرها انها تاخد اللبن الاقل في السعر، لكن هي اختارت الاحسن. طبعا هي كان بقالها يوم على المركب، فولادها وحشوها. رجعت لقت ياسين بيلعب في الشارع. بعد ما حضنته لانه وحشها سالته عن اختك فين، قال لها سايبها نايمه فوق. قلقت جدا وطلعت لانه سايبها لوحدها. بتعمل الرضع لبنتها وبتعلم اخوها ازاي هيعملها لها بعد كده. الواد ياسين ده راجل قوي. دي بقى سناء اخت حنان اللي المحضر راح لها علشان يسلمها المحضر اللي اتعمل ضد اختها بسرقه المركب، واللي عمله طبعا اللي ما يتسمى صالح. بعد كده حنان بتروح لراجل من اللي بيزور البطايق يعني والاوراق الرسميه علشان يطلع لها بطاقه جديده باسم جديد، ويطلع لاولادها كمان شهاده ميلاد. بتتعرض في الحاره دي الموقف وحش قوي، بتصعب عليا قوي هي وولادها. بيطلع لها واد سامك كده وصايع وعايز يقلبها وياخد منها الشنطه اللي في ايدها، اللي فيها مبلغ 70,000 جنيه. طبعا الموقف ده صعب، ابنها بيحاول يدافع عنها فبيضرب الواد، فالواد بيضربه وهي بتحاول تدافع عن ابنها. بيبين لك قد ايه يعني الست ضعيفه لما تكون لوحدها مع اطفال. المهم اللي بينقذها من الواد ده عم شعبان اللي هي رايحه له اصلا علشان يزور لها البطاقه، ولما بتطلع له بيطلب منها ضعف المبلغ اللي هي جايباه، يعني 70,000 كمان. طبعا بقى بيستغل الموقف وبتضطر انها توافق برغم انها مش عارفه هتدبر الفلوس ازاي. وتاني يوم بتروح تقدم لاولادها في مدرسه قريبه من البيت، وبيشوفها جارها اللي هو صاحب البيت اللي هي ساكنه فيه. بتحاول تغلوش على الموقف وتداري عليه ايه المطلوب منها. من الاخر هي مش عايزاه يعرف انها ارمله، هي مفهماه ان جوزها مسافر وراجع، على اساس بقى محدش يستغل انها ست وحدانيه وكده. لكن للاسف الست بتطلب منها ورق الوصايه على الولد، وللاسف الوصي على الولد في الموقف ده هو جده، لان الوالد متوفي. وبتخرج من المدرسة وهي مش عارفة هتعمل ايه. نسيت اقول لكم ان ابنها موهوب جدا في الكورة، وطبعا نفسه يدخل المدرسة زي الاولاد اللي في سنه. بعد كده بقى بتروح القهوة اللي بيقعد عليها الصيادين اللي بيشتغلوا على المراكب في البحر، وبتطلب ناس تشتغل معاها، وكلهم بيسخروا منها كمنها ست وكده. ولما بيعرفوا ان هي الرئيسة اللي هتدور المركب، ما عدا واحد بس هو اللي قال لها هشوف لك 2 معايا وهنطلع معاكي. بعد كده حنان بتاخد ولادها وبتروح السوبر ماركت علشان تشتري النواقص اللي ناقصة في البيت، الاكل بقى وكده. وبتبدأ تفهم ابنها انها خلاص هتنزل البحر وهتدور المركب، وانها تضطر تسيبه مع اخته الصغيره لوحدهم في البيت. وبتوصيه طبعا على نفسه وعلى اخته، وبتقوله انها هتسيب له في البيت اكل كتير وفلوس علشان ما يحتاجش حاجه من بره. الولد طبعا بيتخض في الاول من فكره انها هتسيبه لوحده مع اخته، لكن لان هو واد راجل قال لها ما تقلقيش انا هكون قد المسؤوليه. وبتبدا حنان تطلع على المركب بتاعها ومستنيه ال3 اللي هيطلعوا معاها. في الوقت ده بيشوفها عم ربيع. عم ربيع ده راجل كبير في السن، بس هي مرتاحه له وعايزاه يطلع معاها المركب، وخصوصا انها قلقانه من ال3 اللي طالعين معاها المركب لان شكلهم كده مش مظبوط، بس هي مضطره لان محدش وافق انه يطلع معاها. وبتتوكل على الله والمركب بتتحرك، وفيها حنان وال3 صيادين وعم ربيع. ندخل بقى على الحلقه الثالثه.